تقلب قلب عبد ومشاهدته باختلاف احواله، فان اقبل اليه تلقاه فانما يكون اقبال العبد عليه من اقباله، وان اعرض عنه لم يكله الى نفسه ولم يدعه في اهماله، بل كان ارأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. واشهد ان لا اله الا الله كلمة قامت عليها الارض والسماوات، وفطر الله تبارك وتعالى عليها جميع المخلوقات، وهي اساس الفرد والسنة، ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ثم اما بعد، ايها الاخوة الكرام احبتي في الله، لقد خابوا وخسروا من استوى الحق عنده بالباطل. لقد خابوا وخسروا من استوى عنده النور بالظلمات. لقد خابوا وخسروا من استوى عندهم العلم بالجهل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا امر من الله تبارك وتعالى لعباده. ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال ايضا سبحانه وتعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حبيبنا: أنزلوا الناس منازلهم. هذه كلها
فقد جاءت الآيات القرآنية تشيد بمقامهم الرفيع وتوفقهم لتحليهم بالعلم والفرق واجتهادهم في صيانة الشريعة الإسلامية ودافعوا على إصلاح المجتمع الإسلامي وإرشاده إلى الحق. فقد قرر الله تبارك وتعالى شهادة العلماء والملائكة بشهادته سبحانه وتعالى، وهذه خصوصية عظيمة لأهل العلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا تحترمن للتعليم منزلة ولا تكن أيضا عمن عسائله. يا طالب العلم أبشر في تعلمه إن كنت لله تبتغيه وتأمره. قد ينفع العلم من لله يطلبه لو كان يعلم أضاءه حرفا أو يحرره، وخاب حرف الذي من الخير يطلبه لو كان جامعه أو كان حامله. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة الأفاضل، في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم، أتقدم بالنيابة عن نفسي وعن رواد هذا المسجد صغيرهم قبل كبيرهم، صغيرهم قبل كبيرهم، أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لشخص كان لنا ولا زال. هذا الشخص كان لنا ولا زال بمثابة الشمس التي تقود فينا حرارة الحياة، وبمثابة القمر الذي يضيء لنا الليالي المظلمة، وإن شئت فقل الفجر الذي يتبين به الخيط الأبيض من الأسود من الخيط الأسود من الظلمات. هذا الشخص طبعا هو هذا الكلام مفاجأة، والله لا يعلم بذلك ولا يعلم ماذا سيحدث ولا يعلم بأي شيء أكثر من أني استأذنت منه أن أتكلم هذه الكلمة. هذا الشخص هو أول من وضع الدعوة في هذا المكان، فكانت دعوته مباركة، فأصبح ينتفع بخراجها الصغير قبل الكبير، حتى وصل صداها إلى كل بيت من بيوتنا. فقال تعلمنا منه، وقال أخذت أيدينا من الظلمات الجهل إلى نور العلم والتوحيد. طالما وقف بيننا مناديا يقول: قال الله، قال رسول الله، ولا ينتظر منا أجرا إنما أجره على الله. فما زال مثل السحابة العطاء التي سقت الأرض فاخضرت، ومثل النخلة الشماء تجود بأطيب القمر وتعطي الجميع بلا حدود حتى أن يرميها بحجر. هذا هو شيخنا الفاضل وأستاذنا ومعلمنا وحبيبنا وأخونا الأكبر الشيخ حمدي، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره. فما وجدنا أفضل من كتاب الله على وجه هذه الأرض أن نقدمه له هدية وشهادة تقدير وعرفان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب الله تبارك وتعالى الأجر من فوق 7
لفظ البر جلد الكبير. وأسأل الله